في يوتيوبر راح يعمل عمرة في المملكة العربية السعودية. وبعدين عمل فيديو قال لك انا هم مانعين الدخول هنا، انا هدخل بقى في الاماكن دي. فطبعا خالف القوانين، طبعا اتقبض عليه. هو كان بيستظرف دمه وبيستخف دمه وبيعمل مشاهدات على حساب المصريين طبعا. لان هو لما اتقبض عليه حضرته ادوله كام تهمة يعني. قالوا له انت بتخالف القوانين وبتحرض على مخالفة القوانين، ودب دب دب لقى نفسه مفيش فايدة. راح طالع بقى عامل ايه فيديو وقال لك انا بعتذر للسعوديين، بعتذر للسعودية. طب يا حبيبي انت تعتذر للمصريين لان انت جبت لنا الاهانة وجبت لنا الكلام. الناس ما قالتش ان حضرتك فرد، ولا انت قاعد يقول لك المصريين. يبقى انت جبت لنا الكلام ولا لا؟ ولا انت عشان تستظرف دمك بقى وعشان تعمل مشاهدات فتروح لابب كم كلمتين، فيجي يقولك المصريين ما بيحترموش القوانين، ما بيحترموش البتاع، مع ان معظم الناس بتحترم القوانين. بس في الاشكال اللي بتطلع تستخف دمها دي، زي التانية اللي ماسكه تلغ وتقولك الكبسه فين الكبسه وفين، ما هي بتهزر. انا واثقه وانا عارفه طبيعه المصريين دي هزار، لكن الهزار جه على دماغ مين؟ قال لك بص التفاصيل المصريين، بصوا مش عارف ايه. يعني المصريين يعني الاكل ده يعني اخر همهم. يعني هم بياكلوا شعوب، عندهم في شعوب كده قاعده عندهم قاعدين يلغوا ليل نهار، قاعدين واكلين طالعين نازلين اكلين. فيعني جابوا الكلام للمصريين. فيعني لو سمحتوا بقى، اللي عايز يستخف دمه ويستظرف دمه ماشي، استظرف جوه مصر، ده احنا مستحملين وعارفين بعض وفاهمين بعض يعني. لكن تخرج بره تستظرف دمك، ده بيفكرني بحادثه زمان. كان في واحد برضو ظريف لطيف كده اهو، بس من كام سنين يعني. قريت حادثه كده ان هو طلع على طياره وقال لهم بيقولوا له اديني الباسبور ما اعرفش ايه، قال لهم اصل انا معايا قنبله. واستظرف دم امه، فراحوا واخدينه منزلينه من الطياره وطلعوا عين اهله لحد ما بان له صحاب. عشان خاطر الزرافه ما طيروش الطياره ما طلعتش غير ما خرجوه وعملوا له مشكله قد كده. فيا جماعة الهزار والظرافة واللطافة ما تكونش في بلاد الناس، لأن في ناس ما بتفهمش الظرف واللطف دوت والخفة الدم المتناهية. معروف عن المصريين ان هم خفاف الدم، بس يعني وقت اللزوم هيقولك لا انت كده ما بتستخفش. استخفاف الدم مش في القوانين. استخفاف يعني مش في القوانين ان انت رايح بلد ناس وتعمل ظريف لطيف في القانون. وبعدين بتجيب رأي كان بيقول لك الخلفة ما اعرفش ايه بتجيب لاهلها اللعنة. فطبعا يعني ما تجيب لناش احنا الكلام بقى ويقول لك المصريين مع ان المصريين اقدم ناس واكتر ناس ما بتروح بلد بتحافظ على قوانينها.